هذا الموضوع مهم، وانا ادري راح يجرح مشاعر جماعة، لكن انا ما اريد اجرح لي مشاعر واحد. انا على كل حال اعيش المأساة، اعيشها بمشاعري. احنا لازم شوي نتنبه لانفسنا. خلي اضرب لك مثل. السنة انا بلندن جابوا لي كتاب قبل شهرين شيء، جابوا لي فرد كتاب، جابوا لي يا جماعة هناك عندهم مأتم يسوون مأتم. الكتاب شنو؟ كتاب كاتبين بأن الدين يعني دين الله، شريعة رسول الله، ما تقوم يعني سبب من أسباب الدين، سبب من أسباب قيام الدين أن نستعمل القامة. نبه لي هذا الدين متوقف على استعمال القامة، وأن نسوي نار يعبرون عليها. شلون هاي اللي سووا الهنود يعبرون نار؟ نعم، يعبرون عليها وما تحرق النار رجليهم. فالقامة والشبيه والنار هاي يتوقف عليها إحياء الدين. ومنه سيد فلان حاط توقيعه، ومنه شيخ فلان حاط توقيعه، وجايبين لي فرد كتاب ها كبره، والله ارجوك اقرا هذا الكتاب، صحيح الشكل هذا، شو رايك بيه؟ قلت له والله يا اخي ها، وبعد اكو اكثر من هذا. كان عندهم عزم هالسنه، هم مصرين ان يشتروا لهم بعيره ويركبون عليها واحد، يسووه عليل ويمشون بهايد بارك بلندن. نبالي زين يطلعون العليل. لا مو دا احكي لك قصه انا، لا احكي لك واقع. ها نبالي مو دا احكي لك لطيفه، لا واقع هذا. نبالي شوي زين. هذولا انت تتصور ذول على رسلهم؟ ابدا، لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين الى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو، مرة هلهل واربع دبن ملبس، ولك نعاج. انتو باي عصر، باي تاريخ؟ انتو وين ترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا؟ احنا وين بيا حالة الان؟ شنو هالكلام، شنو هالوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعة وهم احياء، ذولا يرقصون على جراحنا. لك شنو هالعالم هاي؟ تعالوا تأدبوا بآداب الحسين، تخلقوا بأخلاق الحسين، احملوا عزيمة الحسين، احملوا فكر الحسين، احملوا آداب الحسين، اتبعوا مبادئ اهل البيت. مو واحد يطب على الامام، على الامام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول له سيدي ذولا يعيرون يقولون يا جعفري، قال له والله ما اقل من يتبع جعفر ابن محمد منكم، ولا بيكم واحد يتبعنا. لك لا عندكم اخلاقنا ولا آدابنا ولا عزمنا، بدل هذه خلي يصير عندكم عزيمة الحسين، يكون عندكم صلابة الحسين، يكون عندكم خلق الحسين، يكون عندكم آداب الحسين. مو جايين تحاولون ان تخلونا نصل الى مستويات نتحول بيها الى مخرفين في انظار الناس. الحسين خلق، الحسين فكرة، الحسين عزيمة، الحسين دين. تأدب بآدابه، تخلق بأخلاقه، قدسه، نعم قدس ذكراه، حاول ان تحلل شخصيته، تحلل موقفه، قوم لي بعمل علمي، تجيب لي عمل غوغائي مهرج يحولني في نظر الناس الى تافه. هو هاي نهضة الحسين؟ لا، الحسين مو شي. الحسين ما اجى حتى اكو جماعة يعيشون بالخرافات او يعيشون بالتوافه. لن تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يصنع للحق سلما من اضاحي. الحسين ما اجى ليتحول الى وسيلة من وسائل الابتزاز والسخف والخرافات. واللي يجي يقول هذا عبارة عن احياء شعائر، قل له ارجوك خلي علمك ببطنك واسكت. لا، مو احياء شعائر، مو هاي الشعائر. الشعائر تحيا بالدين، بالاخلاق، بالقيم. تحيا الشعائر بالوسائل المشروعة، بالوسائل العلمية. هاي ترى كلها محاولات من ورائها ايدي مشبوهة. لازم نعرف ان الحسين فكر، ان الحسين عطاء، الحسين جهاد في سبيل الله. اجي احتفل بي كمأتم، انصب له مأتم، ما يخالف. احلل شخصيته، احلل نهضته، اكون منطقي في تحليلي للحسين. يعني واحد يسأل، ضربت لك انا قبل سنتين ذكرت لك اكو فرد مؤلف
يقول الحسين يوم 10 من المحرم قتل 12,000. طيب لقيته رحمه الله مات، هو توفى. قلت له شيخنا بأدبية، قال لي نعم. قلت له أرجوك أرد أجيب لك 12,000 دجاجة كلها أنظفها وعلقها كل شيء ماكو معلقة، بس تمر عليها بموش بيدك تقطع بيها واحد واحد. إيش قد تأخذ مسافة؟ كل واحدة يريد لها نص دقيقة، يعني 6,000 دقيقة. قال لي شيخ 6,000 دقيقة توزعها كم ساعة تطلع؟ بالله 6,000 دقيقة، ها كم ساعة تطلع؟ 1,000 دقيقة تقريبا تطلع لها حوالي 14-15 ساعة. 6,000 يعني 6 عبارة عن قريب 90. ال6,000 قسمها على هالدقائق، شوف الوقت اللي تريده 3-4 ايام يريد لك. نعم اذا وانت مار على الدجاج تقطع بيه. مو عيب عليك شيخنا تكتب هالكتابة هذه؟ اولا الحسين ما اجى قاتل بمعجزة، لو يقاتل بمعجزة لا يقتل اكثر من هالعدد. مو مسألة معجزة، مسألة شيء طبيعي. لما شيء طبيعي انت تريد تخدم الحسين، لو تريد تخلي الناس يرمون فكرنا بالخرافة، تخلي الناس يرمون فكرنا بالتفاهة، شو داعيك لهذا؟ شنو انت يكفيك ان تقول ان الحسين ابن علي بن ابي طالب كافي، ابن الشاهد الذي اذا نزل الى الحرب تحاشته الابطال. خلص الطينعت الصحيح. لا تجي انت تضع لنا الفاظ من هالنوع تخليها تصير سبة وعار علينا. هذا اللون من العمل او اللون من الكتابة لا تتصور وحده، هذا من وراء يد اثيمة منكرة، من وراء ايادي تلعب دورها. انت قد يجيك يتباكى تشوف لحية وعمامة وتقول والله هذا هدفه مشروع. لا، هدفه مو مشروع، نبه له شوية زين. يوم ما يتهم لا مغفل من وراء يد، نعم تدير وهو لا يعقل لا يعرف. لا، احنا وجودنا اهم من هذا اللون من الترهات. ونهضة الحسين اكبر من هالتوافه. وضعناك بالاعناق حرزا وانما خلقت لان تنضى حساما فتشرع، وصغناك من دمع وتلك نفوسنا نصورها لا انك ارفع. تعال حلل لي مواقف الحسين، حلل لي عطاء الحسين. كل موقف من مواقف الحسين يوم الطف هو دنيا ضخمة. نعم دنيا ضخمة. تتصور اللي يوقف ويعاين الاعداء يبكي عليهم، يعاين اعداء اللي طالعين يقاتلوه، السيف اللي يقطع ودجة، الرمح اللي يصير بجسمه، النبلة اللي تشك خاصرته، يبكي لها الحسين. ليش؟ هذا العمل الضخم، هذا الجانب الضخم في حياة الحسين، الروح الإنسانية الكبيرة، هذه الروح العظيمة اللي تخليه ورأيتك النفس الكبيرة. نبه لي، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا. هذا الحسين في عظمته، هذا الحسين في ضخامته، هذا الحسين في عطاء يوم الطف. الحسين ما جاي يملأ لقرائح 5 من المخرفين المرتجقة التافهين. لا، الحسين اكبر من هذا، الحسين اجل من هذا. اذن المحاولة هاي كانت محاولة للتغطية على عطاء الطف، ولكن عطاء الطف اكبر من ذلك. سيبقى الطف وستبقى تربة الطف تحمل ذلك الدم مشعلا، تحمله صوتا هادرا في وجوه الظالمين. ايا كربلاء يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي الابي، ويا صرح مجد بناه الحسين فابدع في رصفه المعجب. نعم ذلك التراب الذي اذا